حبايبي من كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بالمسك ده. المسك ده عايزه اقول لكم حلو قوي. المسك ده بيتباع في كل حته. ودي كمان ازازه ميه موارد برضو بتتباع في كل حته. وعايزه اقول لك لو لقيتيها غاليه عليكي تقدري تجيبي ميه موارد سايبه. دي ما فيهاش مشكله. اما دي بقى صابونه تحفه للوش. عايزه اقول لكم الصابونه دي كنز في اي بيت للوش. ايوه كنز حقيقي. وكمان بتخلي الوش نضر كده وناعم وجميل. تغسلي بيها وشك قبل النوم، تغسلي وشك بيها الصبح اول ما تصحي، تغسلي وشك بيها في وسط النهار، ما فيهاش اي مشكلة، استخدميها براحتك. بس عايزة اقولك فعلا حلوة جدا وبتخلي الوش حلو كده. وكمان تحس ان هو ابيض كده ومنور. تعالوا بقى اقول لكم المسك ده انا هعمل فيه ايه. اول حاجة المسك ده تجيبيه بالريحة اللي انت عايزاها. تمام. ببدأ هنا امسك المسك بتاعي وببدأ ابشره. انا هنا ببشره بالسكينة، هي اللي لقيتها قدامي دلوقتي فقلت ابشر بيها. هبشر معاكم شوية الصغيرين دول. وهجيب عندي علبة كريم فضجة او اي علبة عندك فضجة، او ازازة مزيل العرق براحتك. وهبدأ انزل بيه في المسك اللي انا بشرته حتت صغيرة ده كده. تمام. اهو. هبدأ انزل بيه كده كله في العلبة دي. وهضيف عليه شوية مية موارد. ليه انا بعمل كده؟ انا بعمل كده لان ده عايزة اقول لكم بديل هايل هايل لمزيل العرق. ناس كتير مننا ساعات بتتحسس من مزيل العرق. فعايزة اقولك لو انت بتتحسسي او ان انت مش حابة تحطي مزيل العرق وعايزة بديل ويقعد معاكي اكتر وقت ممكن، عليكي وعلى الوصفة دي. مش قادرة اقولك تحفة ازاي. بصوا انا بجربها لكم على ايدي وبقول لكم ان ده بيدوب. يعني في ناس كتير ممكن تقول هيبقى باين، لا ده هيدوب زي ما انت شايفة كده. وعايزة اقولك مش قادرة اقولك هتقعدي يجي 10 15 يوم من غير ريحة عرق. ما تنسيش اللايك والاشتراك.